رفع ايديه وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ايديه وقال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بيقول أحد الصحابة: فظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء 3 أيام حتى استجاب الله لنا وكشف عنا غمة الأحزان. يا صباح الهنا والسعادة والفرحة لكل حبايبي. سعادة الهنا والسعادة ليكم حبايبي، كل متابعين قناة يوميات أم هنا. دي أوضة المعيشة بتاعت الأولاد، يعني بيعيشوا فيها، بيقعدوا فيها يعني، وبيقعدوا بقى يذاكروا، وانتوا عارفين بقى الكركبة. عملت لها روتين النهاردة حبايبي، ونضفتها وروقتها وغيرت الفرشة بتاعتها، وحطيت طقم سجاد من النضيف، وشلت الوسخ يعني. حبيت اوريها لكم واقول لكم على الروتين سريعا كده. برضو عملت روتين للصالة، تسيق وفرشة نظيفة، حطيت برضو كفرات نظيفة. عشان ايه؟ ما كنتش ينفع ان انا اجيب برضو انا وبسيق وكده، يعني ما كانش ينفع. فانا حبيت ايه، اجيب الفينش بعد ما انا خلصت، اديكم طاقة واديكم يعني اللي عايز يروق ولا يعمل حاجة للشتاء. الشتاء مش هيمنعنا يا جماعة عن غسيل السجاد، ولا عن التسيق، ولا عن اي رويج بيتني، ولا نظافة بيتنا، مش هيمنعنا، احنا بنعمل كل يوم. برضو حبيت جبت شوية حاجات من السوق، حبيت اقول لكم احنا بنجيبوهم منين وايه التوفير اللي هيبقى فيهم. حاجات مهمة برضو بنجيبوها للمطبخ، زي البريك، كيف ميكس البريك ده مصري مش مقاطعة يا جماعة، في توفير 15 جنيه عن ما بتجيبيه فرد من الدكان. علبة الجبنة دي برضو عن ما بتجيبيها من المحل بتجيبيها من الجملة، فيها توفير 12 جنيه. علبة الفيفوز برضو فيها توفير 18 جنيه. صلاتكم على النبي. أنا حبيت أوريكم الحاجات دي من المحل اللي يبقى جنب البيت، أو من نجيبه من الجملة. فاحنا أحسن حاجة نجيب من الجملة حاجتنا فيها توفير. يعني بص، لو نحسب حبة الحاجات اللي أنا جايباهم حوالي فيهم توفير 50 جنيه. أنا بوري ست البيت الشاطرة إن احنا نجيبه من الجملة حاجتنا، اللي هنوفره ده أفيدنا احنا برضو بس يا حبايبي، واللي وفرناه جبنا بيه فاكهة برضو للولاد. صلاتكم على النبي، صلوا على النبي، وحدوا الله، وما تنسوش اللايك، وتعالوا يلا بينا هوريكم غدانا النهاردة. برضو يا حبايبي جبت كيلو من الجنيحة، كيلو من فراخ جنيحة، حطيت عليها بصلاية، طماطماية، معلقة صلصة، توم، فلفل أسمر، حبهان، جوز الطيب، ورق لورو. ضربته كله في الكبة ده مع فيفوزة، ومع معلقة خل أهم حاجة. وبعد كده حبايبي خليته بقى كله كده مع بعض، ضربتهم كده مع شوية مع بعضهم يعني، وسبتهم في التوابل دي مع ملح مع الحاجات دي كلها. حطيتهم كده زي ساعة في التتبيلة. وبعد كنت غسل الفراخ يعني ونضفتها، بس بعد كده حطيتها في التتبيلة دي يطلع نص ساعة ساعة. بعد كده حبايبي حطيتها في الصينية من دول مية، ورحت رصاها وعملتها بالورق السلوفان، حطيتها في الفرن ساعة الا ربع في الفرن. ماشي يا حبايبي. وكنت انا مجهزة معاكم مجهزة يعني صلصة، عملت معاها مكرونة بالصلصة ومخلل، بطاطس محمرة، وفلفل مقلي برضو. وطلعت الصينية بتاعتنا دي تحفة وجميلة جدا. والله جربوا بس الوصفة دي. الخلطة التوابل في الكبة، كل التوابل في الكبة دي لأي فراخ، في رعاية الله.